الأصمعي كان في مرة من المرات ماشي في الطريق فوجد أعرابي، فالأعرابي سأل الأصمعي: من أين أنت يا أخ العرب؟ قال الأصمعي: من أصمع. قال: ومن أين أنت آت؟ قال له: من المسجد. قال له: بتعملوا إيه في المسجد؟ قال له: بنصلي وبنقرأ القرآن. قال له: وهل لله قرآن؟ قال له: نعم. قال له: اقرأ علي شيء. فقرأ عليه من أول سورة الذريات لحد ما وصل للآية اللي بتقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال له الأعرابي: حسبك. قام وذبح الناقة بتاعته وتصدق بها لله سبحانه وتعالى. يقول الأصمعي: بعد سنتين من لقائنا خرجت مع الرشيد للحج، فلقى الأعرابي اللي كان مقابله من سنتين، فراح له الأعرابي وقال له: مش أنت الأصمعي؟ قال له: نعم. فقال له: زدني مما قرأت علي في المرة السابقة. قال: بدأت أكمل في سورة الذريات لحد ما وصلت الآية اللي بتقول: فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. أول ما سمع الأعرابي انتفضت الروح وبدأ يعلي صوته ويقول: من أغضب الكريم حتى يحلف، أما كان يكفيكم قوله وفي السماء رزقكم وما توعدون. يقول الأصمعي: فضل يكررها 3 مرات، والله ما انتهى من الثالثة حتى فاضت الروح لله سبحانه وتعالى.